وعندنا هنا ما شاء الله هذا اللوك الجميل من المغرب. شو سر هذا اللوك؟ انا في المغرب يلقبونني باتمان. باتمان المغرب. باتمان المغرب. انزين، واليوم ما شاء الله عندك انت في هذه الاجواء، شو اللي قاعد يسوي باتمان هنا في سوق واقف؟ اول حاجه اذكرها شكرا قطر على هذا المونديال العالمي، وشكرا المغرب على هذا الاحتفالات والجماهير العالميه. وصراحه الجماهير المغربيه فرحانه بزاف، وحنا راه فرحانين. والله نحن بعد فرحانين فيكم بعد. لا ما تقولش احنا ديما فرحانين. ديما فرحانين. المغرب كاع الدول العربيه فرحانين، وشكرا قطر على المونديال العالمي. حبيبي والله الله يحفظك. انزين الحين باتمان انت تطير ولا مو بتطير؟ واش كاين شي باتمان ما كيطيرش؟ هذا باتمان ديال المغرب كيطير. سقسي عليه في المغرب. بعد لين ثلاثة بتطير بتختفي بتروح فوق؟ سقسي عليه في المغرب. في المغرب عندك حساب دير باتمان رجوي اوفيسيال، غيطلع لك الحساب وشوفنا واش اطير ولا ما اطيرش. اوه شكله يطير. انزين اوكي، دام انك انت تطير، عندك صوت حلو بتغني لنا اليوم ولا ما بتغني لنا؟ مرحبا. الصوت اللي ادي لك نغني لك ديما مغرب. ديما مغرب. ديما مغرب. اللي ما تبومبا ماشي مغربي. اللي ما تبومبا ماشي مغربي. انا حسيت والله كانك بتطير. حلو. وبعد يسولف البطل فرنسا الوصيف كرواتيا من عندي ما راح يتاهلوا. من ما بيتاهل؟ ولا اللي سابقه طلع البطل والوصيف، واللي قبله طلع البطل والوصيف ما وصلوا النهائي، يعني ما تتكرر. البطل والوصيف طلعوا، يعني في اكثر من بطولتين سابقا. فرنسا وكرواتيا راح يطلعوا من الدور 16 الدور 16. يا زين ممكن يكون واحد جديد يعاود ترجع البرازيل، تعاود ترجع الارجنتين 2014، يمكن تعاود ترجع والله ان تحليلك عسل. انا نعطي فرصه للاخوان اللي موجودين هنا. الارجنتين ان شاء الله تاخذ البطوله. الارجنتين. انت من وين؟ انا مصر. من مصر. وشكرا لقطر على التنظيم العالمي. المنتخبات العربيه وين بتوصل؟ المنتخبات العربيه للاسف القرعه ما خدمتهم. كلهم واقعين في مجاميع صعبه عليهم صراحه. عليكم. انا لا اتفق مع زميلي. لا يتفق، لان عندنا منتخب مغربي ان شاء الله حيعدي الدور الاول، لان الحين تم تغيير المدرب وجاب لعيبه جديده مثل عبد الرزاق حمد الله وحكيم زياش. المنتخب المغربي متفائل مع المدرب. نعم متفائل، واللعيبه مرتاحين مع بعضهم. كانت في الاول اضطرابات وكان في الاول عدم تفاهم، الحين الحمد لله كلهم ماشي في خطه واحده ومتفاهمين. حلو هذا الحماس. متفائلين ان شاء الله بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا هذا واحد يبي يشارك ويانا. من وين ما شاء الله؟ من الاردن. من الاردن. هذه الاجواء شو اللي حاب تقوله مع هذه الاجواء الحلوه اللي عايشينها الجماهير العربيه والمغرب؟ حبيبي اول ماتش. انت هو نفسه اللي يطير؟ هو. وين طرت؟ من طار رجع تغير شكله صح؟ انت شاهد على انه هو باتمان؟ هو شاهد عليه. ما شاء الله عليه. هذا باتمان المشجع ديالنا في المغرب. في المغرب. انت سمعوني حاجه مغربيه. هو ايش لك؟ هو عندك انت باتمان؟ الله حمد الله في الله. الله حمد الله. الله حمد الله. انا استغربت منكم صراحه. يعني انت باتمان المغرب. لا ايه هو باتمان، بس قال لي من طرت ورجعت من دون القناع. انا ما جيش في طائره. وين القناع؟ انت جايب هذا يعني عادي البسها اطير؟ ما جايبش الماسك. اللباس راه هو اللباس. وين اللباس؟ في المقابله كرواتيا والمغرب البس اللباس واكون فاعل الخير على المغرب، وان شاء الله افوز على كرواتيا، ومعكم غنولي قطري ومغربي. حبيبي حمد الله. عبد الله قاعد يقول لك ان باتمان ما يطير. حمد الله يشق فيه حمد الله يقول لي انت الطياره باتمان. يطير. زين يطير المغربي يطير. الله يحفظك حبيبي. الله حمد الله. حمد الله. انا وباتمان حبايب، نرجع لكم مره ثانيه في الاستديو. حبيبي شكرا لك يا حسن الاحمد. انا ما خابر باتمان يكشف عن قناعه، يعني هو في ثواني
في ثواني ابرز لنا هويته. تحيه لك ولكل الجمهور المغربي والجمهور العربي المتواجد في سوق واقف. وننتقل من سوق واقف. شكرا لك زميلي فيصل، دائما من هنا من درب لوسيل، من هذا المكان الجميل، الشارع الذي لا ينام من صح التعبير. الجماهير بمختلف الجنسيات حاضرة هنا في درب لوسيل وتستمتع بكل الفعاليات وكل الأنشطة. هناك حفلات غنائية موسيقية وأيضا عروض أكثر من رائعة يستمتع بها الحاضرون وزوار هذا الشارع في يعني إطلالة بهية وبهية جدا. سأحاول طبعا أن أستقي ردود أفعالهم حول الأجواء هنا. كيف تشاهد الأجواء هنا في درب لوسيل؟ السلام عليكم. الأجواء هنا جد ممتعة وروعة وحماسية، وإن شاء الله كنتمناو من المغرب يفوز على كرواتيا وتيقن في المنتخب الوطني. أعطينا النتيجة، أعطينا النتيجة. النتيجة هي 2-0 المنتخب. من سيسجل؟ حكيمي وزياش إن شاء الله. ماذا عنك؟ كيف ترى الأجواء هنا في درب لوسيل؟ الأجواء ما شاء الله حماسية كيف ما كنشوفوا، من جميع الجنسيات من العالم كله. وإن شاء الله قطر أنها أعطت كلمة أنها تعمل واحد الكاس العالم اللي ما يمكنش صراحه، وفات بالوعد ديالها وديما مغرب. شكرا. طبعا ساحاول ايضا ان استقي بعض ردود الافعال. المغاربه يبدو بانهم مسيطرين، يعني مسيطرين ايضا مع تواجد العلم الجزائري. كيف ترى الاجواء هنا في درب لوسيل؟ الحمد لله، الحمد لله. قطر شرفت العرب في التنظيم وكل شيء، بس ان شاء الله المنتخب الوطني راح يشرف العرب الكرويين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا الان طلبوا منكم غنوا لنا حاجه. يلا يلا عليها ونجيبوها والله ما تروحي. والله يا ربي وشنو صاري، كونوا رجال دراري. ولعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي. والله يا ربي وشنو صاري، كونوا رجال دراري. شكرا شكرا. اذا هكذا كونوا رجال الدراري في رساله للاعبي المنتخب المغربي حتى يكونوا رجالا على مستوى البساط الاخضر. ونحن دائما مستمرون في تغطيتنا لكل الفعاليات وكل الاجواء هنا في درب لوسيل دائما وابدا. عبرنا ايضا على يميني المغرب العربي بالاضافه الى مصر ام الدنيا، تونس، المغرب. كيف ترون الاجواء بشكل عام هنا في درب لوسيل وايضا في دوله قطر اثناء المونديال؟ السلام عليكم. تنظيم جيد لقطر، مشكورين على المجهودات اللي قاموا بها. حفاوة استقبال، امور منظمه، تنظيم اكثر من رائع. يعني بالنسبه لي احسن كاس العالم تنظمت من ناحيه التنظيم، التسيير، الاستضافه. هارد لك المنتخب القطري. ان شاء الله حظ اوفر ان شاء الله للمنتخب السعودي والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي ان شاء الله، اللي ان شاء الله نطلبوا الله يكون في يومه بدون ضغط، ونتوقعوا ان شاء الله نتيجه ايجابيه كنت كرواتيا. ما نكونش طماع نقول فوز، ولكن ان شاء الله 1-1 للمقابله الاولى ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخ الاضرار ان شاء الله. نقطه واحده بدايه المنافسه، عندنا منافسين عنيدين. بلجيكا قويه، منتخب قوي رغم الهزيمه ضد منتخب مصر، ولكن يبقى منتخب بلجيكا يحسب له الف حساب. كندا يعني في المتناول. ان شاء الله نتوقع المغرب يمر للدور الثاني ب4 نقاط، تعادل كرواتيا، هزيمه بلجيكا ونتيجه ايجابيه 3 نقاط ضد كندا. شكرا اوفيت. اخر كلمه، وجده كارول تويت، المغرب وجده. شكرا اوفيت وكفيت. ماذا عن كيف ترى حضور المنتخب المغربي في هذه البطوله؟ مباراه اولى ضد الكروات وما ادراك. اول حاجه كنشكر قطر على التنظيم الرائع. احنا متفائلين، عندنا دراري زوينين، مدرب شاب. ان شاء الله اول مباراه انا كنتمنى نتفاداو الهزيمه، ثاني مباراه ما لا انتصار، ولا كنت عندنا 4 نقاط ان شاء الله المباراه الثانيه تعادل نفوتوا الدور الثاني ان شاء الله. قبل ان نسمع اغنيه مغربيه لابد طبعا ان استقي راي هذا التونسي، واعتقد بانه نبضات قلبك بدات تتسارع، ونحن موعودين بمباراه كبيره جدا ضد المنتخب الدنماركي، واحد من بين اعرق المنتخبات الاوروبيه. كيف ترى حضور المنتخب التونسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر اول شيء دوله قطر على التنظيم وعلى الحفاوه وعلى كل شيء. ثانيا ان شاء الله تكون مباراه سهله. احنا ان شاء الله هي مش سهله، لكن ان شاء الله نكونوا حاضرين بحكم الجمهور، بحكم انه احنا يعني في بلدنا نلعبوا في بلدنا. شكرا. سريعا سمعونا شيء مغربي سريعا. بولا 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 حمراء، بولا 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 حمراء.
شكرا. إذا هكذا هي الأجواء إفريقية ولكن العربية هذه المرة معي هذه العائلة التي جاءت مباشرة من المغرب لمتابعة فعالية المونديال. مساء الخير، مرحبا في قطر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وصلتوا؟ الحمد لله الحمد لله. شكرا. متى كان الوصول؟ يوم الأحد. كيفاش لقيتوا الأجواء هنا في الدوحة في قطر؟ الحمد لله، نشكر يعني دولة قطر على الاستضافة وعلى التنظيم الجيد. يعني فعلا يعني كل شيء بالمجان، لا يعني وسائل المواصلات فيه يعني جميع المرافق. فشكرا وشكرا جزيلا لدولة قطر. فهنا نحن اليوم كمغاربة وكأفارقة نشجع الفريق السنغالي، وغدا إن شاء الله يوم الأربعاء سوف نشجع الفريق المغربي. كل التوفيق ان شاء الله. مدام مساء الخير، مرحبا في قطر، وش رايك في الاجواء؟ غزال الحمد لله والشكر لله. غزال كل شيء مضبوط، كل شيء الحمد لله. زرتي شويه مناطق هنا في قطر؟ اييه. وش من منطقه اكثر منطقه اللي عجبتك هنا في قطر؟ قطر كل شيء البلايص مزيانين الحمد لله والشكر لله. كل شيء زوين، المستقبل كل شيء مزيان، النظام مزيان الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله ديما مغربي. مرحبا مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم. كيفاش راك تشوف الحضور تاع المنتخب المغربي في المنافسه، خاصه انه راكم في مجموعه يعني متوازنه ولكن صعبه نوعا ما؟ اكيد ان المجموعه صعبه، لكن عندنا لاعبين تنثقوا فيهم مع مدرب محنك ان شاء الله، وكاين جمهور عربي كامل غادي يشجع المنتخب المغربي، وان شاء الله غادي نمشيو لابعد نقطه، ولما لا الفوز بكاس العالم، لما لا ان شاء الله يكون فريق افريقي. الحمد لله جينا عائله كامله من سائر انحاء المعمور باش نشجعوا المنتخب المغربي، القطري، السعودي وكذلك التونسي، الى جانب الاخوان ديالنا السنغاليين، وان شاء الله حظ موفق للجميع. شكرا. معي ايضا جانب من الجمهور الجزائري، هو ايضا حاضر لمتابعه وتشجيع المنتخب السنغالي ايضا، بما انه منتخب افريقي ايضا حاضر في هذه المنافسه. مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، السلام عليكم. انا متواجد في قطر، مقيم في قطر. اتمنى الفوز للمنتخب السنغالي الافريقي طبعا، لانه احنا من شمال افريقيا، والبطوله كانت ما شاء الله الافتتاح كل شيء كان في المستوى، هذا فخر لنا كعرب وكمسلمين، واتمنى توفيق القطر في المباريات الجايه، والتوفيق للمغرب اخواننا المغاربه والتوانسه ان شاء الله والسعوديين. تحيه فلسطين ان شاء الله، واتمنى تنجح هذه البطوله.